تعرف انك زمان عشان تسمع الراديو كان لازم تدفع اشتراك وكمان تاخد رخصة؟ لو ما كنتش تعرف تعال احكي. أول ظهور للإذاعة المصرية كان في بدايات القرن العشرين، وكانت عبارة عن مشروعات تجارية للأفراد. يعني أي حد كان معاه فلوس يقدر يفتح إذاعة ويذيع اللي هو عايزه كمان. فلو مثلا واحد بيحب واحدة كان ممكن يقعد يغازلها في الإذاعة، ما هي بتاعته بقى. ولو واحد عايز يروج إشاعة كان ممكن برضه يروجها في الإذاعة. ولو زعيم عصابة عايز يبعت رسائل لعصابته برضه يبعت لهم في الإذاعة. وعلى فكرة دي كانت حادثة ظريفة جدا ذكرها الدكتور حلمي شلبي في كتابه تاريخ الإذاعة المصرية. والقصة بتقول إن واحدة راحت لإذاعة حبشي جرجس وعرضت عليه إنها تدفع له شهريا 50 جنيه، وده كان وقتها مبلغ كبير جدا، في مقابل إنها تكلمه بالتليفون في أي وقت وتطلب منه إن هو يذيع لها أغنية الجو رايق لعبد الوهاب أو أغنية الجو غيم لصالح عبد الحي. الموضوع كان غريب، بس انت دافع بقى. وفجأة لقى حبش البوليس بيهاجم إذاعته، وعرف ان الست دي كانت زعيمة عصابة مخدرات، وان الاغاني اللي كانت بتطلبها دي كانت اشارات لافراد العصابة. والاذاعات دي كان اسمها الاذاعات الاهلية، وعشان الناس تقدر تسمعها كان لازم تدفع اشتراك شهري. وفضلت الإذاعات الأهلية شغالة لحد سنة 1934. ساعتها كلها وقفت وطلع صوت وقور من مبنى في القاهرة الخديوية بيقول للناس: هنا القاهرة. وده كان صوت أحمد سالم في أول بث للإذاعة المصرية الحكومية. وبعده سمع المصريين القرآن بصوت الشيخ محمد رفعت، وسمعوا أم كلثوم بتغني: يا صوت بلدنا يا صوت جهادنا اعلى ودوي يا صوت بلدنا. ومن هنا اختلف المحتوى اللي بتقدمه الإذاعة تماما، وبدأت نهضة كبيرة للإذاعة المصرية. بس ثانية واحدة يا أستاذ اللي هناك، انت بتعمل ايه؟ تسمع الراديو؟ هي سايبة كده؟ هو أي حد يسمع الراديو؟ وريني رخصتك لو سمحت. ده مش هزار، ده كان بجد. كان لازم عشان تشتري راديو انك تبلغ الحكومة وقتها وتاخد رخصة. الرخصة دي بيكون فيها عنوانك، ولو غيرت العنوان اللي بتسمع فيه الراديو لازم تبلغهم بالعنوان الجديد. كمان مش من حقك انك تبيع رخصتك او تتنازل عنها لحد، ولو ضاعت لازم تطلع لها بدل فائد. والرخصة بتمنعك انك تزعج الجيران بصوت الراديو العالي، يعني لو حد بلغ عنك انك بتزعجه بصوت الراديو تتسحب منك الرخصة على طول. وكان لازم تجددها كل سنة ب 800 مليم. وما كانش اي حد بيصنع او يبيع الراديو يقدر يبيع لك راديو من غير ما يتأكد من رخصتك الاول، وإلا يتعاقب بالسجن أو الغرامة. المدهش إن الكلام ده فضل مطبق لحد سنة 1962. تفتكر لو عملنا منصات سوشيال ميديا مصرية هندفع اشتراك وناخد رخصة؟